السلام عليكم. عليك السلام. هلا. كيف حالك؟ الله يسلمك. وشلونك؟ حياك الله. هلا بيك. مالهم علانك اللي انت سارح معه؟ هذا الحلال لي انا يا اخوي. ودنا منه ذبيحه، عندنا ضيف ودنا نقريه. حياكم الله. لو ما بي حلال غيره. هذا الشلايم مليان البلاد حواليكم. يلا اخو ابعد عنه غاز. اسمع عندك لحطها بقلبك وفي كبدك. ابعد غاز. لا يا رجال انحاش عني. يا الربع يا جماعه اسمعوني، انا جار مطر النادي وحلالي هذا بوجهه مستجير عليه. اسوق عليكم الله لا تبلوا قرابتكم وتزعلوا، ترى انا اقول له ها. الله يلعن الغربه اللي ما تخلي للغريب قيمه. يلا حي الضيف. هاي نبات. حطها نحط. وقع من واحد من الخيالة مشطين فشك بارود، لقاهن واحد من رعيانا وراهم وجيت ودي اعطيهن. هذول يجوز الخوي غديفان، اعطيني اياهن وانا اعطيهن اياه. من هو خويه؟ انت؟ اي انا كنت على الفرس هذه وغديفان عفرسه. لا تخاف، ما راح امد عليك مثل ما مديتوها على قصيري وجاري وخذيتوا منه ذبيحه بالغصب. طال عمرك ما بيه مشوار بلي سبب، ويوم الله جابك انت وعايف اريد اشهدكم اني مرسال على ملقاط وغديفان، ابن عمهم يطلبهم للحق. هذا من هو؟ وعليش يطلبهم للحق؟ مطر السلمان النادي. عليه يطلبنا للحق يا ناصر، عليه. عدينا على حلال سارح بالبطين وجبنا منه جدي، غدينا بها ضيفنا يقوم يطلبنا للحق. ضيف فات بيتنا والغنم بعيده وعم عايف شاهد وتغدى مع الضيف بعد. ارسلوا له بدالها ذبيحه يا الربع. تامر يا عمي من باكر انا ودي له شبش مع واحد من رعياننا، ولا اقول لك خلوه يجي ينقى الشاه اللي وده اياها. طال عمرك مطر ما يريد الا حق عرب، ومن عند القاضي اللي يعجبهم ويمشوا معه عليه. يا خير وين راعي بيتك؟ فوتوا يا الربع لما يجي راعي البيت. مكثورة الخير اللي في راعي بيتك قولي له هذا الشبش بدل الجدي اللي خذيناه هذيك النهار من حلاله، وقولي له هذا سبرنا بعاداتنا وديرتنا، اللي لقينا حلال ناخذ منه ذبيحه ونقري ضيفنا، واللي وده يعيش بوسط عرب النادي وده يتعود عاداتهم. فهمتي؟ لا بالله يا لاقي خير ما فهمت. دونك جارنا مطر النادي هذاك بيته، انطيه الكبش وقول له الكلام اللي قلته الحين. يلا يا ولد اللي علينا سويناه. وش لك عند قصيرنا يا ولد انت؟ ها؟ وش هالكلام اللي تلوش دوقك بيه؟ انا ما اعرفك يا ختياره ولا ودي احكي معك. لكن انا اعرفك زين، انت ملقاط ولد عوفه وودي احكي معك بعد. خذ كبشك. لويش هيك؟ ان كنت رجل وعلى وجهك شعر وما تهاب ملاقى رجال يا ملقاط، اقلت مع مطر على القاضي واجلس له مجلس الحق. ما له عندنا شيء، واذا ما ودك الكبش تراكوا وفرتوا. اقول يا لاقي خير، انت قول لي عن عاداتكم وسبركم. يعني من عاداتكم اذا عديتوا على حلال المستجير بيكم تحطوا البارودة بظهره لما تاخذوا عدايتكم؟ اي هبا ويبشر، هذه ما هي عادات النادي، هذه عادة الانزال اللي من شكله. اسكتي يا ختياره. انقلع عن وجهي لمسخك، غيب. ما بعد الا تهوش الحريم يا نقيصه، اتحسب حالك تسلم اذا عمك عايف ولا عوفان يعدمني هالزول اللي ما عليه الملحه وانت بعد وراه. اي يعدمني هالزيلان. ما تقصر يا طويل العمر، ومن عادتك رد الحق لهله ولا ما جيتك؟ اي ترى انا عندي مشوار على رئيس الصنجق وارجع العصر. الليله تجيني انت وجارك ترى عشاكوا عندي، ها؟ وانا ارضيه واخذ بخاطره بعد. هو اطلق له الفرس يا ولد. بس انا ما يرضيني طال عمرك الا مجلس الحق من عند القاضي، وانا ارسلت ورا قرايب امبارح وانت عندهم وما رضوا يروحوا معي للقاضي. وانت اسمع، ابنيتك تسحب عليهم سلاح يعني؟ لله انا اريد حقي وحق جاري اللي انهان. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. اشهد يا طويل العمر، هذا الكبش
وديته للرجال اللي هذيك النهار عدينا على حلال وخذينا منه ذبيحه وعيت حرمته تاخذه. هذا هو مربوط ببيتك، ياخذه مطر وجاره. زين اللي الحرمه ما رضيت منك. حنا ببيت الشيخ، ولا اللي مثلك معروف راس ماله. خلاص يا عيال خلاص. وش مخوفك ما تقعد مقعد الحق؟ ها خايف تنفلج؟ هذا لو السالفه تحرز ان اللي مثلي يقاضيك يا طويل العمر. المعجب والكبش هذا حلال يسارح بالحماد، يروح ينقي الشاه اللي تعجبه وعليها وجهك، ما اقول لهم منين انت رايح ومنين انت جاي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. ورحمة الله. ما دام اني وصلت منقع الدم اكون رضيتك ورضيت حالي ولو ما طرح لي شيء. ان شاء الله انه وجهك ابيض دايما. من هو يحتج عن ملقاط وغديفان؟ جيتك يا طويل العمر. اهرب يا قاضي يا قاضينا يا اللي بالحق ترضينا. جيتك هدي قدي وابلح من ذكر الله وصلى على النبي. صل على سيدنا محمد. اذكر الله بالضيوف اللي على الفراش، واذكر الله بالذبيحة اللي ما انخابت تنهاب ولا نطلة، خذيناها سوادي عربنا وسبر خلق الله حتى نبيض وجهنا ووجه عربنا. واذكر الله باللي غنمهم بعيدة ما طولها اليد، وإن شاء الله إن ما نتغرم ولا نتجرم، وإن ندفع له سنينتها من الحلال مثلنا مثل غيرنا، وطول عمر الناس للناس طويل العمر وسلامتك. زين روح على فراشك. تكفى يا عمي تكفى. تريد تعدل بحجتك يا مطر؟ ايه بالله. الضحك والابكاء بعد قطع الحق. قول يا ولدي. يا طويل العمر انا ما طالب من عدا على حلالي لاجل يكرم ضيفه، لا شك هذه عادات الغانمين. انا اريد حقي من اللي هان جاري وقصيري ومد عليه البروده وخذ ذبيحه من حلال وغصب عنه، والجار غريب ولفع على عربنا. وانت وخلق الله سمعتوه وش قال لغديفان وملقاط حين ما جوه يخذوا من حلال وغصب عنه. واللي يخلي حلال بدربه وحلال خلق الله ويتقصد غنم الجار الغريب لا شك انه قاصف هلم الشرف وميلة الحظ وسلامتك. زين قم على فراشك واندب كفيلك. انا كفيل المطر السلمان بل يطلع له عند قرايبه ياخذ له نعجه ويرد حلالنا. وانت عايف؟ حنا كيفينا حمود النادي بل يطلع لنا عند مطر. وانا كافل يا طويل العمر. انا اقول انه من عند العوارف اللي قبلي. الاولى اليد اللي قضبت الجدي من غنم جار مطر السلمان وحطته على الفرس تنقطع ويفديها من مطر باللي يريده. الثانية تندق وتاد بها حبل الربق للمكان اللي انخذ منه الجدي للمكان اللي انذبح به، وتربط بعيون حبال الربق انعاج ولا خرفان لما تصل للبيت اللي انذبح به الجدي. الثالثة البيت اللي انذبح به الجدي وتقلت لحم للضيوف يكون الراعي الجدي، والبارودة اللي انمدت على راعي الغنم والشبرية اللي ذبحت الجدي ينعطن الراعي الغنم محمود ويكون له بدل الجدي 4 خرفان. والرابعة في بعد ملقاط وغديفان يغزون راية بيضة ب3 بيوت من بيوت الشيوخ وينادوا بيض الله وجه مطر السلمان حامي جاره وقصيره. الخامسة رزقتي 10 بعارين بحيث اني قضيت تقطيع الوجه وثلم الشرف وحماية الجار. الله يسند حظك يا طويل العمر. هذا خير من الرماد البارد.